معظمنا مصاب بقشرة الشعر، بس يا ترى ايه هي قشرة الشعر وهل علاجها سهل؟ اللي كتير مننا ما يعرفوش ان قشرة الشعر هي نوع من انواع التهاب الجلد الدهني اللي بيصيب فروة الراس، والقشرة حالة غير معدية بتيجي في مناطق الجلد الغنية بالغدد الدهنية، ولكن الشائع منها طبعا هو قشرة الشعر. ده بسبب زيادة فرط انتاج خلايا الجلد اللي بيؤدي طبعا لالتهابات وحكة في فروة الراس، واللي بتزيد مع فصل الشتاء او مع غسيل الشعر المتكرر. ودي بيبر من موقع اب تو ديت الطبي بيأكد ان القشرة بتصيب من 15 ل 20% من السكان وبتأثر على جميع الأجناس، ولكن بيزيد ظهورها عند الرجال وخصوصا بعد سن البلوغ، وبيزداد ظهورها بعد سن ال40. ولكن في بعض الأمراض لما بتصيب الشخص بيكون أكثر عرضة للإصابة بالقشرة، وهي مرض الباركنسون أو شلل الرعاش، وطبعا الأمراض المناعية وأمراض الجهاز العصبي. وطبعا القشرة ليها أنواع كتير جدا بتختلف من شخص للتاني، وأهم مرحلة في العلاج إنك لازم تحدد إيه هي نوع القشرة بالظبط، وطبعا ده بيتم عن طريق دكتور متخصص وهيفرق معاك كتير جدا في اختصار وقت العلاج. ولكن اكتر نوعين منتشرين هي القشره الجافه، ودي بتلاحظيها انها بتكون موجوده على كتفك او لما تعملي شعرك كده بتقع بكثره، والنوع الاكتر هو الارخم طبعا هي القشره الدهنيه او اللازقه في فروه الراس، ودي بتحتاج منك مجهود اكبر بكتير عشان تقدري انك تشيليها من فروه راسك. ولكن ما تقلقيش، لو اتبعتي شويه النصائح الطبيه اللي هقولها لك دلوقتي هتقدري انك تتخلصي تماما من ظهور القشره، مش هترجع لك مره ثانيه. وعلى فكره مش محتاجه وصفه طبيه عشان تقدري تتخلصي من المشكله دي، ولكن اهم نقطه انك لازم توقفي طبعا كل منتجات تصفيف الشعر وتستخدمي شامبوهات طبيه تقلل من الزيوت وتقلل من تراكم خلايا الجلد الميته في فروه راسك. دي هتلاقي منها انواع كتير جدا زي الزنك وزي السيليوم سلفايد وكيتوكونازول، وطبعا لازم انك تبدلي بين انواع الشامبو دي عشان تلاقي نتيجه معاكي مستمره وكويسه. وطبعا كلنا عارفين ان اغلب شامبوهات القشره بتنشف الشعر جدا، وخصوصا كمان لو طبيعه شعرك جاف، فانت اكيد لازم تتابعي مع حد متخصص عشان يحدد لك الروتين المناسب لشعرك. هو هيكون عباره عن شامبو بلسم تستخدميه مره او مرتين او حتى 3 مرات في الاسبوع، هيرطب شعرك جدا. ومن اهم المواد الفعاله اللي لازم تدوري على شامبو يحتوي عليها هي ماده البايثيون زنك، ده لانها مضاده للفطريات والبكتيريا، هتلاحظي نتيجه ممتازه جدا وفي اسرع وقت. اما لو كانت طبيعه فروه راسك انها دهنيه او بتلاحظي ان القشره عندك لازقه فروه الراس، فاكيد هنحتاج علاجات اضافيه، وغالبا هنحتاج ان احنا نستخدم كورتيكوستيرويد زي بيتنوفيت سكالب لوشن او زي كريلا محلول، وده عباره عن محلول كده بتستخدميه مره كل يوم على فروه راسك مع التدليك لمده اسبوعين فقط. ده هيفرق كتير جدا في مرحله علاجنا وهيؤدي لاختفاء القشره دي تماما. وطبعا الشامبوهات اللي فيها المواد الفعاله دي كتير جدا زي نيزابيكس او سيلينو كير او كيراهير شامبو، انواع كتير قوي. ممكن تروحي لاي صيدلي هو هيفيدك وهيقول لك على انواع محترمه وهتفيد شعرك وتقضي على المشكله دي تماما. وفي الاخر ما تنسيش تتابعينا وتعملي لايك وشير للفيديو. واحب اقول لك كمان انك لو عندك اي مشكله طبيه سواء تخص شعرك او اي حاجه في جسمك تقدري تبعتي لنا على رسائل الصفحه او تسيبي كومنت، واحد دكاتره متخصصين هيرد عليك ويتابع معاكي بشكل مجاني لحل مشكلتك.